السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم، وأهلا وسهلا بمتتبعيني المخلصين. خير ما نبتدئ به كالعادة الصلاة على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم حبيباتي أحبائي جيتكم بوصفة سهلة ويحبوها محبوبة الجماهير، يعني محبوبة الجماهير وخصوصا الجزائريين. البيتزا، جينا بيتزا كاري اللي يحبوها الناس كامل. تربينا عليها أول حاجة بدينا بالبيتزا كاري. جيتكم بالبيتزا كاري طريقة سهلة جدا وناجحة ومضمونة. وش نحتاجو في هذه الوصفة؟ نبداو على بركة الله. كاس حليب دافي، 4 ملاعق زيت، حبيتو زيت عادي ولا زيت زيتون. عندنا مغرفة كبيرة تاع خميرة الخبز، وعندنا مغرفة كبيرة تاع سكر، وعندنا مغرفة صغيرة تاع ملح. نبداو على وعندنا 3 كيسان تاع فارينة. دونك سا ديبون كل واحد والفارينة تاعو. نبداو على بركة الله. نديرو كاس حليب، نديرو مغرفة سكر، مغرفة خميرة، ونخلطو كل شيء مع بعض، ونزيدو 4 مغارف زيت. خلطو كل شيء مع بعض. خلطوا كلش مليح مع بعضه. انا خلطنا كلش. علاش قلت لكم طريقه سهله وبسيطه. واش ندير؟ نفس الكاس اللي كيلت به الحليب نكيلو به الفارينه بالتدريج. ما نديروش هذه، ما نديروها تخمر ما والو، مباشره نديرو كلش مع بعض. عندنا الكاس الاول، ونزيدو الملح، نخلط بالفوي. نزيدو الكاس الثاني، هذا الكاس الثاني هاوليك توجور بالفوي. لا كيفاش لازم تكون لا تلصق. هذا الكاس الثاني نحيت الفوي باش نستعمل يدي. والكاس الثالث دوك نبداو نزيدو فيه بالتدريج، ما نديروش على مره، على خاطر العجينه ما لازمش تجي يابسه. هاوليك الكاس الثالث ما كملتوش، درت منه تقريبا نص، ما كملش النص. خلاص الان نحوها ونبداو ندلكوها 2 دقائق فقط. هاي ليك العجينه تاعنا كيفاش دلكتها 2 ولا 3 دقائق. وكي شفتها مخصوصه زدت لها رشه فارينه. دركا واش نديروا لها بابي فيلم ونخلوها تخمر، ونروحوا نوجدوا لاصوص طوماط ديالنا. لاصوص طوماط ديجا راني دايرتها، ما حبيتش نوجدها هنايا امامكم باسكو راني دايرتها في القناه ديالي اللي حب يشوف الوصفه تاع صلصه الطماطم. للتزيين عندنا لاصوص طوماط او صلصه الطماطم، عندنا طون تاع الزيت، عندنا فروماج غابي او جبن مبشور، عندنا زيتون، وعندنا معدنوس مقطع رقيق. هاي ديك العجينه تاعي خمرت، نحيها الخمور ونروحوا
نفتحوها. أنا نفتحو فيها، نفتحوها على الشكل تاع البلاطو اللي راح نديروها فيه. وكي نفتحوها رقيقة نوعا ما، لأنه نزيدو نخلوها بعد ما نحطوها في السنيوة، نخلوها تخمر شوية، ما نديرولهاش لاصوص تاعها حتى تخمر. نجكوها او نثقبوها بالفرشيطه باش كي طيب ما تتنفخش. بعد ذلك نديرو لها لاصوص طوماط. هنايا انا نديرو في لاصوص طوماط، نديرو لها غير لاصوص طوماط بالزيتون، وندخلوها للكوشه طيب اللي نكونوا ديجا سخناها، ندخلوها طيب على 180 درجه. بعد ما طيب نص ديال نعاودو نخرجوها ونكملوا لها باقي الزينه. نديروا لها دركا الزيتون، درنا لاصوص طوماط، نديروا الزيتون وندخلوها للكوشه الطيب. كي طيب نص طياب نعاودو نخرجوها ونزيدوا لها الثوم والفرماج والمعدنوس. انا هنايا خرجناها، طابت غير نص طياب، خرجناها. دوك نكملوا لها باقي الزينه. نديروا لها الثوم كيما رانا نشوفوا، نديروا الثوم ماشي بزاف، الزينه فقط، المهم يمد هذاك لوكو هذيك الريحه. كملوا كاع واش عندنا. بعد ذلك نزيدوا لها الفرماج. حاوليت نديروا الفرماج، نكملوا نديروا الفرماج، اي نوع من الفرماج اللي حبيتو. بعد ما نكملوا الفرماج نزيدوا لها المعدنوس. هادو من الامور اللي يجوا في بيتزا كاري. كاين اللي حب يدير لي زونشوا، كاين كل واحد واش يحب يدير. انا حبيت ندير الثوم. كي نديروا لها برك نكملوا نديروا لها المعدنوس، نعاودوا ندخلوها في الفور تكمل الطياب ديالها ويذوب الفرماج، ونعاودوا. البيتزا ديالنا وجدت، جات شهيتكم في الجنه ان شاء الله. قسمناها دي كاري وكنحو مرسو امامكم. جات بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. هاهي الله يبارك. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه، ونتمنى تجربوها. تخلوا لي تعليقات ايجابيه باش تزيدوا تحفزوني ونزيد انا ثاني نمد اكثر واكثر الى وصفه اخرى ان شاء الله. نتمنى لكم دوام الصحه والعافيه، والسلام عليكم. ونكملوا مع فقره قالوا ناس زمان. الميت ما يقوم، والصاحب ما يدوم، وقليل الاصل ما عليه لوم. وقالوا الراس راسي والناس حيرة به. سبحان الله. سلام.